النهاردة في سيشن نمبر 7 رقم 7 من وركشوب 3D Max for Beginners للمبتدئين. يلا بقى نبتدي نشوف هنعمل ايه النهاردة. Let's go. طيب احنا كنا المرة اللي فاتت دخلنا كده واتكلمنا شوية فيه على السبلاين واتكلمنا عن الاشكال ال 2D. حابين بقى النهارده نكمل اكتر وندخل في تفاصيل اكتر كده في حاجات مهمة ان شاء الله هنعرفها مع بعض. احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت وقلنا لو عندي هندخل في الشيبس. تمام. الشيبس دي اللي فيها السبلاينز اللي احنا نقدر نشتغل فيها اي حاجة ليها علاقة بال 2D. طيب احنا كنا قايلين ان مثلا لو انا عندي شكل مثلا لاين كده. تمام. وبعد كده كنا قلنا برضو ان احنا ممكن نعمل ريكتانجل كده. تمام. وفي عندي الارك. سوري، ده مش الارك، ده كان السيركل. تمام. في بقى حاجة مهمة كده حابة ان انا اتكلم فيها. كنا احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت لو انا عندي كذا شكل وعايز اخليهم كلهم كاوبجكت واحد او كسبلاين واحد. تمام. قلنا ان احنا ممكن نعمل اتاتش. تمام. انا لو انا جيت مسكت الارك ده. تمام. وجيت عملت بقى الرايت كليك عليه، مش هلاقي الاوبشنز بتاعت اللاين. لما انا جيت ضغطت على اللاين كده، اوكي، ضغطت على اللاين كده وعملت رايت كليك، ظهر لي هنا القايمه بتاعه الاتاتش. طيب انا لو جيت وقفت على الارك كده عملت رايت كليك مش هيظهر لي اي حاجه. ليه بقى؟ وهنا برضو في الريكتانجل برضو مش هيظهر لي اي حاجه. ده ليه؟ علشان انا عندي السبلاين ده شكل انا اللي عامله. تمام. فملهوش ملهوش مقاسات معينه. يعني هنا لو دخلت عندي في الارك ودخلت هنا في الموديفاي هلاقي انه ليه لينس وليه وايدز. تمام. هنا لو انا جيت في اللاين مش هيبقى ليه اي مقاسات. فاي حاجه معموله كرييت او جاهزه. تمام. الموضوع ده هيبقى مثلا لكل الاشكال اللي عندك دي. هتلاقي لازم ان انت لو اوكي. هتلاقي نفسك ان انت لو رسمت اي شكل مثلا اهو. تمام. وجيت عملت رايت كليك عليه برضو مش هيظهر الاوبشنز بتاعت ان انا لو ضغطت على اللاين وعملت رايت كليك مش هيظهر اللي هي التاب التانية دي. ليه بقى؟ علشان دي كلها اشكال جاهزة. تمام. لازم احولها لإيديتابل سبلاين. هنضغط رايت كليك ونضغط تحت من convert to editable spline. هبدأ اغيرها كده. لو انا بقى جيت وقفت عليها اهو دلوقتي وضغطت رايت كليك هلاقي ان انا ظهر لي التاب التانية على طول. فاللاين بيظهر فيه ليه؟ لانه هو مش شكل جاهز. تمام. فانا اللي انا اللي مكريت الشكل، فعشان كده ظهر لي الاوبشنز بتاعه الايديتابل سبلاين على طول. هنا دي الاشكال برضو، ده اللي انا برضو حولته. لا ما حولناهوش، خلاص هنعمل convert to editable spline. خلاص ظهر لي على طول القايمه دي. اعرف على طول ان انت اول حاجه هتضغطها رايت كليك هتظهر لك الاتاتش على طول موجود. تمام. تقدر انك انت تعمل لها اتاتش لاي حاجه. برضو الريكتانجل برضو editable spline بقى كلهم دلوقتي عندهم نفس الاوبشنز. ممكن بقى بعد كده نقدر نعمل اتاتش ليهم كلهم. تمام كده. طيب في حاجه كمان مهمه جدا. اوكي. انا لو انا جيت وقفت في اللاين. تمام. وعملت له عملت اتاتش للريكتانجل وللارك واللي هي النجمه المفروض يعني. تمام. ده كلهم بقى اوبشنز واحده. بس انا لو جيت وقفت كده هقدر ان انا اغير، بس عشان انا عملت ايه؟ بدات الاتاتش بتاعي من الايديتابل سبلاين بتاعي اللي هنا. تمام كده. طيب هنلاقي ان انا علشان مسكت اللاين ده او اللاين ده عشان واخد الخصائص بتاعه الايديتابل سبلاين. لما عملت لهم اتاتش للحاجات التانية هلاقي ان انا اقدر ان انا اعدل فيهم عادي. تمام. طالما عندك شكل واحد عنده خصائص الايديتابل سبلاين. تمام كده. لو كلهم ماشيين بنفس
عندهم نفس الاوبشنز وكل حاجة، في فيرتكس وفي سيجمنت وفي سبلاين، كل حاجة. تمام كده. بس هتلاقي كل شكل لوحده. تمام. هما كلهم في لاير واحدة. تمام. بس كل شكل لوحده، كل واحد ليه سبلاين لوحده. تمام. طيب. حاجة كمان علشان الناس اللي بتشغل دماغها، يجي يقول لك طب انا اعمل ليهم اديتابل سبلاين ليه؟ ما انا ممكن اعمل لهم جروب. لا، الجروب لما انت بتدخلهم في جروب مع بعض هما ما بياخدوش نفس الخصائص. يعني لو انا جيت عملت كده، انا خايفه بس الماكس يقفل مني. خلاص هو هنك، خلاص مش عايز يرجع. ماشي. خلاص مهم يعني. تعالي نرسم اشكال تانية. يعني لو انا جيت عملت لاين كده وقفلته. تمام. وعملت ريكتانجل هنا كده. تمام. و... ورحت مسك الاتنين دول كده، عملت عليهم سيلكت وعملت جروب وعملت اي اسم كده وقلت اوكي. تمام. هاجي ده بقى خلاص الاتنين بقوا مع بعض. بس لو انا جيت عملت اوبن للجروب، الريكتانجل هو لسه ليه الاوبشنز بتاعته، لسه ما بقاش سبلاين، ما بقاش واخد الاوبشنز بتاعت الايديتابل سبلاين. تمام. فالاتاتش لما هاجي بقى اغير واعمل convert to editable spline او ثواني، هعمل مثلا هنا اعمل select واعمل attach واروح هنا. تمام. لو انا جيت وقفت على الريكتانجل هنا هلاقي ان هو اتغير على طول بقى editable spline. تمام كده. فالجروب غير الاتاتش. تمام. هتلاقوا كده ان انتوا لاحظتوا حاجة، ان انا وانا برسم هتلاقي ان اللاين ده مش ماشي ستريت، بدأ يبقى فيه كيرفات، وهنا متكسر ماشي عادي. طب الحاجات ديت اقدر ان انا اتفاداها ازاي؟ يعني امتى ان انا لو انا برسم مثلا وفجأة بقيت اللاين فجأة كده بقى كيرف، ابدأ ان انا اعالج حاجة زي كده ازاي؟ بصوا هرجع تاني كده، هلاقي ان انا في حاجة كده لما اقرب من النقطة دي جاي كده زي عصايتين كده، عصايتين تحكم كده، بقدر ان انا اتحكم في شكل الكيرف. ممكن ان انا اطلع كده من الواي وبعد كده من الاكس، وممكن العصاية دي ابتدي اعمل كيرف. عشان انا لو انا عندي صورة معينة برسم عليها اللاين ده، واللاين ده بعد ما رسمته حسيت ان لا، في حاجات عايزة تتظبط. ففي حاجة بقى اسمها ازاي ايه في الفيرتكس دي، او في الفيرتيسيس عموما، في حاجة اسمها بيزير وفي كورنر وفي بيزير كورنر. تمام. في التلاتة دول اللي هم فين؟ ان هم هلاقيهم هنا في الجيومتري. تمام. هلاقي في حاجة اسمها لينير وفي حاجة اسمها بيزير وفي حاجة اسمها سموث وفي حاجة اسمها بيزير كورنر. اللي احنا فيها دي اسمها بيزير كورنر، بيبقى فيها عصايتين تحكم كده، بقدر اتحكم من هنا وبتحكم من العصاية دي برضو كده. تمام. طيب لو انا عملت كليك كده، انت ممكن تغيره من هنا من القائمه بتاعه الجيومتري دي، وممكن انك انت زي ما بقول لك رايت كليك اسهل لك بكتير. تمام. بدل ما انت كل شويه اتجاه، يعني دايما دور على حاجه الاسهل ليك. انا اتجاهي ان انا اسيب الرسمه وابص هنا، ولا لا اشوف التاب بتاعتي اللي موجوده اقرب للرسمه. اعتقد ان الرايت كليك هتبقى اسهل ليك. تمام. فعندي في حاجه اسمها، احنا كده دلوقتي واقفين على بيزير. طيب لو احنا اخترنا بيزير كورنر، شوف بقى كده عندي العصاية دي، هتلاقي بص اتحركت كده وكده. تمام. واتحركت كده وكده. تمام. انا بحرك الماوس فوق وتحت، لا هو العصاية بتتحرك في اتجاه الاكس. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي محددة الاكس. طب انا لو محددة الزد، تعالي كده نشوف، هلاقي ان العصاية اتحركت في اتجاه الواي. طب انا لو انا عايز الزد، هلاقي ان العصاية اتحركت في اتجاه الزد. تمام. ده ايه ده؟ اللي هو البيزير كورنر. طب البيزير العادي، هلاقي ان هو بتبقى زي كأنها عصاية واحدة، الاتنين بيتحركوا مع بعض. يعني اهو الاتنين بيتحركوا مع بعض.
مفيش اوبشن اللي هو ده بيتحرك في اتجاه وده بيتحرك في اتجاه. طب لو كورنر، سوري احنا اخترنا ايه؟ لو كورنر تمام. في بقى اللي هو الكورنر ده اللي احنا ممكن نقدر نعمل ايه، ممكن نعمل فلت من هنا. اه تمام، دي احنا كنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. تمام كده. طيب انا لو انا عايزه اعملها بقى، انا بقى طيب انا دلوقتي مثلا بعد ما ابتديت ان انا اعمل الكورنر ده، لا انا عايزها تبقى سموث كده، عايزه تبقى النقط مفيش كيرفات. تمام. هبتدي اعمل ايه؟ هروح برضو رايت كليك وابتدي ان انا اعمل ايه، كورنر. تمام. وامسك النقطه دي واخليها برضو ايه، كورنر. تمام. فابتديت ان انا الاقي ان دي بقت النقطه هي كلها سموث اهيت. سوري، بقت آه نقطه عاديه مفيش كيرف. طيب لو انا عايز حاجه اسمها سموز، هلاقيه كرف لي الشكل ده. طب انا مش عايز يبقى سموز وخليه كورنر، خلي لي الشكل ده. طيب لو لاحظتوا ان انا في الرسم وانا برسم، ثواني كده. اوكي. انا عايزه اطلع من الجروب ده. تمام. وانا برسم يعني لما جيت عملت اللاين كده، هتلاقي ان انا مثلا عملت مثلا نقطة كان فيها فيها كورنر عادي كده. تمام. ونقطة تانية بتقرب مني، وبعد كده بلاقي ان هي بترسم عادي. ايه ده؟ وبعد ما ارسم ببقى متضايق ان ليه عملت الكيرف ده. تمام. طيب انا اتفادى حاجة زي كده ازاي؟ ما ممكن مثلا انا دلوقتي لو ضغطت رقم واحد زي ما احنا كنا قايلين قبل كده، مثلا سي هنلاقي ان هي بزير، فهنخليها كورنر، فهنبتدي ان هي نعالجها بالشكل دوت، فسهل معالجتها. تمام. طب لا، لو انا عايز اتفادى ده في الاول، عايز امشي بتفاصيل ادق شويه، ده بيجي من خلال ايه؟ وانت اول حاجه وانت ماشي في اللاين، ضغطت اللاين بتاعك كده، بتضغط كليك وتسيب الماوس. تمام. وبعد كده بتسيب الماوس تتحرك ليمين او شمال، شوف بقى على حسب اتجاه الرسمه اللي انت بترسم عليها. تمام. ممكن مثلا صوره كورنيشن وانت بتمشي عليها مثلا، تعالوا كده نجرب. تمام. طيب احنا طبعا هقول لكم بعد كده فين بقى احنا عملنا دخلنا الصوره دي ازاي. تمام. انا دلوقتي عندي كورنيشن، انا اتطلب مني دلوقتي ان انا خلاص بعد ما رفعت الارضيات والحوايط، اتطلب مني كورنيشه شكل معين، وبعت لك بعت لك شكل الكورنيشه بالشكل ده. تمام كده. طيب هبتدي اعمل ايه؟ هنمشي كده، هنقوم رايحين جايبين اللاين سبلاينز هنا، اونلاين اوتو جريد. تمام. هنبتدي بقى نمشي كده ايه بقى، مثلا حته حته كده. هل اوكي. تمام. هنمشي كده 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 قدر الامكان، يعني عشان هي الصورة هنا مبكسلة قوي. تمام. طبعا انت بقى في الشغل مع الوقت بيبقى معاك انك انت اوكي ثانية. بيبقى معاك ايه، بيبقى في كتالوجات بتتبعت ليك انك انت مع الوقت، عشان تبقى انت عارف الاشكال ايه اللي في الواقعية اللي في ارض الواقع، انك انت تقدر انك انت تشتغل حاجة زي كده مثلا. تمام. انا ممكن اضغط واعمل كيرف كده، بس الكيرف معايا مش هيظبط. تمام. هنعمله كده وهنكمل، هنشوف بعد كده حاجة زي كده نقدر ازاي نعالجها. تمام. هنا في بقى عندي كيرفات كتير كده، فنحاول ان احنا ناخدها ايه، لاينات صغيرة يعني. انا عايزة انام جدا. النهارده كان يوم شغل متعب، بس يعني حاولت ان انا ما اقصرش معاكم في المحاضرة.
اتمنى يعني ان انتوا تكونوا فاهمين الشرح بتاعي يعني، اتمنى. طيب هنفضل كده ماشيين بنكسر، انا بحاول ايه ما يعني ايه افهمكم واوصل لكم بس الفكره. حاليا بصراحه في كتالوجات بتبقى جايه اصلا مرسومه 2D، وبتبقى جاهزه على طول يعني من غير ما انت ترسم، بس احنا بنفهمك ان الموضوع ازاي. بصوا، برغم ان احنا كنا عاملين يعني شكل عشوائي جدا. تمام. طيب هنيجي بقى، طبعا احنا هبنا هنا جدا. تمام. هنبتدي نمسك ده ونروح في الفيرتكس دي او دي، هي متحددة على كورنر. طيب تعالي بقى في التانية دي، بزير اهي. شوف بقى لما احنا غيرنا له كورنر ظبطت اهي معايا نفس الشكل. تمام. طيب انا عملت الشكل الكورنيشة بتاعتي. تمام. وظبطتها خلاص. تمام. يعني الى حد ما الكيرفات دي بقى نقدر نعمل فيها ايه؟ ممكن نقوم معلمين كده، ونقوم مكملين الحتة دي كده والحتة دي كده، ونقول ان احنا عايزينهم سموز. شوف بدأ يكرفها لي ازاي، بدأ ان هو يكرف لي الحتة ديت. نخليها دي سموز هي كمان. شوف قربنا بشكل ما يعني للجزء اللي هو الكيرف اللي في قلب الشكل. هنا برضو لو انا بص بقى ركز اهو ده، ركز هنا في الحتة دي برضو. لما نيجي نعمل دي نخليها سموز كرفالي، احنا قربنا بنسبة كبيرة جدا. لو جينا برضو للحتة دي وعملناها برضو سموز، بدأ ان هو بنسبة يعني 1,000,000%. احنا قربنا للشكل الحقيقي اصلا اللي موجود. فده السبلاين في حاجات كتير قوي، انك انت تقدر ان لو هي معاك مثلا حاجة زي كده واخدة متاخدة فرونت او متاخد ليها سيكشن معين، تقدر انك انت ترسمها وتبدأ تغيرها لل 3D. طيب احنا رسمنا خلاص شكل الكورنيشة. في حاجة بقى اسمها في الماكس موديفاير اسمه ليس. طيب احنا ليس تمام. ليس شوف بدأ يغيرها لي لايه. احنا عايزين بس نوقفها. اوكي نخليها 90. تمام. ده 360 درجة. بصوا كده، هو طبعا في حاجة، في نقط مش متظبطة. طالما اللون الاسود ده ظهر في حاجة كده مش متظبطة في الرسمة. تمام. فتعالوا نشوفها كده الاول وبعد كده نشوف الدنيا ايه. تعالى كده نشوف نفتح اللاين. المشكلة في الجزء اللي فوق مش في اللي تحت. تمام. يبقى نشوف الجزء اللي فوق كده ايه مشكلته. تعالوا كده بقى نحاول نمسك الفيرتكس دي. تمام. حاول امسك الفيرتكس دي واخليها سموز. لا، الحتة دي هتبقى كورنر. تمام. ان الليز ده مثلا ممكن يبقى عندك هاند ريل مثلا وتبدأ انك انت تجرب فيه الشكل. طيب هل احنا اصلا بنستخدم الليز ده في الكورنيشة؟ لا، في امر تاني كده عنده. اوكي، في امر كده، خلينا ندلت دي. في امر كده اسمه او موديفاير اسمه سويب. الشكل فيه مشكلة. تمام. السويب دي المفروض ان احنا بيبقى فيها كذا حاجة. طيب خليها قدام شوية، احنا لسه هنشرح دلوقتي الغرض ايه. ان غرض من ان انا ممكن عادي اجيب بلان او اي صورة واحطها على البلان عندي دي، ممكن هنعرفها فيما بعد. بس انا دلوقتي الفكرة نفسها بقولك ازاي انك انت تقدر لو انت عندك صورة معينة عايز ترسم عليها باللاين، تقدر انك انت تدخلها الماكس وتقدر انك انت ترسم عليها. فالسبلاين دي من الحاجات المهمة جدا 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 جدا
في الاستخدام فيما بعد. تمام. هل بقى هترسم عليه كورنيشة وكده؟ لا، بيبقى في الاغلب بيبقى في كتالوج دايما، ونزل منه ان اشكال ال 3D بيوضح لك، بيبقى دايما كده بتبقى جايه كده. تمام. بيبقى جاي موريك شكل الكورنيشة، ووريك السكشن بتاعها ومقاساتها قد ايه، وبيبقى موجود معاها في البي دي اف، موجود الفايل بتاعها 2D. فالموضوع بقى سهل كتير عن الاول، عن زمان يعني. تمام كده. طيب، ندخل بقى على حاجة مهمة جدا في السبلاين. المحاضرة بتاعت النهاردة مهمة جدا جدا جدا، وهتفرق معاك انك انت تبقى عارفها كبيجنر. في حاجات انك انت مهم انك انت تعرفها في الاول، وفي حاجات يعني يفضل انك انت تعرفها فيما بعد. دايما ماشية معاكم بالنظام ده. بس في حاجات مهمة جدا ان انت تعود نفسك ان انت تكون عارفها من الاول، لان هتفرق معاك انك انت تبقى خلاص تسيستم دماغك ان الحاجات دي والاوبشنز دي موجوده معاك، غير انك انت تبقى عارف انه ده سبلاين، وعارف الايديتابل سبلاين بيكون ايه، وفيرتيسيز وسبلاين وسيجمنت. لا، في حاجات اوبشنز كتير جدا انك انت تقدر انك انت تبقى ديزاينر شاطر من خلالها. ده اللي بيفرق بقى شخص عن انك انت تبقى عارف امكانيات الجهاز اللي معاك، او سوري، عارف امكانيات السوفت وير اللي معاك ولا. تمام. ثانيه واحده، هو ايه ده؟ اوكي. طيب، انا هنا دلوقتي اخترت رسمت ريكتانجل. تمام. هفترض مثلا ان ده ايه بقى، مثلا هفترض ان ده بانو. تمام. وهنحوله كده ل convert to editable spline. هبتدي ان انا احدد السيجمنت السبلاين بتاعي. تمام. وابتدي ان انا اعمل ليه اوتلاين. تمام. الاوتلاين ده كتير قوي. اوكي، اصلا لا، عايزه اعمل ليه اوتلاين. ماشي. اوكي. وبعد كده عملت ليه اكسترود. لا، ثانيه. الاكسترود ده كده. تمام. وبعد كده عملت ليه موف. سوري، عملت ليه كده، عملت كوبي ليه كده من هنا، واخترت انستنس. تمام كده. انا لو جيت مثلا البانو ده بعد ما انا استخدمته، حسيت ان انا عايزه اظبط شويه حاجات في الفيرتكس بتاعتي، هلاقي ان انا لو قللت الارتفاع بتاعه شويه، هتلاقي النسخه اللي انا عملت لها انستنس منها، مش مجرد كوبي، هلاقي ان هي بتتحرك. يعني انا لو عندي حيطه سي مثلا، او عشان نتكلم بشكل عملي اكتر. تمام. وجبت الاتنين بانو دول، وقفتهم، عملت لهم اوكي 190 شغالين اهو. في ايه؟ اوكي. احنا كنا قلنا حاجه، كنا احنا قايلين وانا عايزه اعمل اونلاين. وجيت مثلا عندي هنا طيب، انا دلوقتي عندي الاتنين بانو دول. لو انا جيت مسكت واحد بس، عملت سيلكت الواحد اهو. تمام. ومسكت الفيرتيسيز بتاعته، وابتديت ان انا اقول لا والله البانو ده انا عايز بقى اظبطه كده بارتفاع الحيطه دي، وارتفاع الحيطه دي كده. تمام. اوكي. ومحتاج ان انا والله اقلل شويه العرض بتاعه كده، اخليه صغير كده. شايفين اي تعديل انا بعمله بيظهر على الكوبي او النسخه التانية اللي انا عملت لها انستنس منها. تمام. فده بيفيد في ايه؟ فطبعا بيفيد انك انت خلاص متاكد ان البانو، ثانيه واحده بقى، ان البانو الاولاني واخد نفس مقاسات البانو التاني، وحصل عليه نفس التعديلات. طيب، انا لو خلاص مثلا عندي مثلا اوكي، لو انا بعد ما خلصت مثلا تعديل على البانول الاولاني، وشايف ان من الديزاين البانول التاني لا، عايز محتاج تظبيطات تانية. طب اعمل كده ازاي وانا اصلا عامل انستنس؟ فانا دلوقتي كده مش هعرف ان انا اغير الشكل ده. في حاجه بقى اسمها في الباراميترز كده، كنا احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي
ميك يونيك. تمام، ميك يونيك، هضغط عليها. خلاص بقى، لو انا جيت عملت الفيرتيسيز دي كده، هلاقي ان الشكل بتاعي اقدر ان انا اغير فيه واحرك فيه بالطريقه اللي انا عايزها. تمام. دي هتفيدني في ايه؟ ممكن يبقى عندي اتنين حيطه مثلا قدام بعض، وفي بانوهات معمولة بمقاسات هنا، والحيطة التانية معمول بمقاسات تانية هنا، بس الاتنين واخدين نفس الشكل، يعني بانو واحد بس المقاسات التقطيع نفسها مختلفة. فاقدر ان انا اقوم واخدة كوبي. تمام. وبعد ما اعدل واظبط الطول الارتفاع، هي ممكن مثلا الاختلاف عندي في العرض من حيطه لحيطه. تمام. فابتدي ان انا بعد ما اخدهم انستنس، ابتدي اعمل البانوهات التانية ميك يونيك، وابتدي اغير في العرض. تمام. انا بربط لك بس الحاجات ان انت ازاي تقدر تظبطها فيما بعد. ده ينفع بقى في الوزارة، في حاجات كتير بقى. تمام كده. بس ممكن كمان بقى في الجزء ده في حاجة اسمها نختار بس السبلاين. في حاجة اسمها هنا بقى، في حاجة اسمها ميرور. بنحدد السبلاين وبعد كده بنبص هنلاقي في حاجة اسمها ميرور هنا. في ان انت تعمل ميرور على الهوريزونتال، او انك انت تعمله فيرتيكال، او انك انت تعمله في الاتنين. تعال نجرب كده. انا خلاص حددت ان يتعمل. بتحدد الاول انت عايز تعمل ميرور في ايه بالظبط. انا اخترت الهوريزونتال. تمام. وبعد كده اضغط وخلاص محدد الشكل اللي انا عايزه اعمله ميرور. هبتدي اعمل ميرور واسحب كده، هلاقي ان هو ايه، عمل لي واحد هنا في الهوريزونتال. طيب انا عايزه اعمله لي في الفيرتيكال. تمام. واعملي لي ميرور. ثانيه واحده. انا هنا ماسك السبلاين ده كده. تمام. وعايز ان انا اعمله في الفيرتيكال واعمله ميرور. تمام. مش هلاقي حاجه اتغيرت، هلاقي ان الشكل هو. ليه بقى؟ لاني ما عملتش كوبي، انا عملت له ميرور للشكل كده. بقول ان الميرور يحصل في الشكل نفسه. طب لا، انا عايز ميرور في الكوبي التانية، في النسخة اللي انا عايزة اعملها. فهحدد هنا الكوبي، اعمل مارك على الكوبي وابتدي اعمل ميرور. هلاقي في نسخة تانية ظهرت معايا. تمام كده. همسحها وبعد كده نختار السبلاين بتاعنا. انا عايز والله ميرور في البوس، اعمل لي ميرور في الحاجتين. ومختار معامل سيلكت على الكوبي وبعد كده اعمل ميرور. اجي اسحب هلاقي الكوبي التانية ظهرت معايا هنا. تمام كده. في بقى حاجة كده مهمة عايزين بقى نتكلم فيها. احنا كنا قلنا هنمسح بقى كده، بس خلينا نقول ده. انا عندي ده مثلا. اه كنا احنا قلنا ان احنا ممكن نعمل مثلا لاي سبلاين، اقدر ان انا اعمله اتاتش باي سبلاين تاني زيه. تمام كده. طيب انا لو عايز اعمل دي تاتش، يعني الحاجة دي بعد ما عملت لها مثلا كذا حاجة، خلينا ندخل نشرح في حاجة تانية علشان الموضوع يبقى واضح اكتر. واخدت سيركل مثلا. تمام. وبعد كده انا جبت السبلاين ده وعملت له اتاتش مع السيركل. بعد ما خلصت، لا انا او ظبطت التعديل مثلا بتاع السيركل. اوكي، عشان أنا من واحد، كنا قايلين من واحد صح. اوكي. في ايه؟ تمام. عملت تعديل مثلا كذا وعملت كده وعملت كده، ابتديت ان انا اظبط الاوبجكت بتاعي. تمام. خلاص كده. عايز بقى ابتدي ان انا اعمل ديتاتش تاني للاوبجكت، يعني كل واحد يبقى لوحده. هبتدي ان انا مثلا احدد السبلاين بتاعي اللي انا عايزه اعمله ديتاتش، ويبقى واروح اضغط على ديتاتش من هنا. هيبتدي يقول لي بقى خلاص، يعني ديتاتش يعني هيبقى شيب تاني جديد لوحده. فبيقول لك انت عايز يبقى اسمه ايه. اسروق مثلا، اسمه اسروق. اوكي. تمام كده. خلاص عمل لك شيب جديد. نيجي نشوف الاسم بتاعه، هلاقي ان هو بقى اسمه اسروق. تمام كده. ف
الاوبجكت بتاعي، انا عدلت عليه كل حاجه، وفي نفس الوقت قدرت ان انا اعمل ليه ديتاتش تاني بعد ما خلصت. السبلاين ده مهم جدا جدا جدا، وهيفرق معاك ان انت تبقى فاهمه في الاول. هنيجي بقى على حاجه كده تانية مهمه. احنا كنا قايلين قبل كده ان انا ممكن في الفيرتكس بتاعتي، تمام، اقدر امسك مثلا فيرتكس معينه كده، وابتدي ان انا اعمل لها، لو عايز افصل الحته دي هعمل ايه؟ كان في حاجه اسمها بريك. اين انت؟ البريك راحت فين؟ اوكي. قلت لكم انا عايزه انام، قلت لكم بجد انا عايزه انام. البريك، تمام، خلاص كده النقطه دي اقدر ان انا ثانيه كده ماسك اتنين، همسك واحده وافصلها كده، تمام، وعملت لهم كده، تمام. طيب كنا احنا قايلين لو عندي نقطتين ممكن نضغط على كونكت كده، هقوم شايدت كده النقطة دي بالنقطة دي، هيعمل لي ليها كونكت، صح، وهيحط لي فيها فيرتكس فيها كمان. طيب انا عايزه اطلع من الامر، بضغط عليه تاني علشان ان هو السلكت اللي عليه يروح. في حاجه اسمها ايه بقى؟ راحت فين؟ في حاجه اسمها ترم. اوكي ده تمام كده. طيب في بقى حاجه في السبلاين، لو انا عندي سبلاين، الكلام ده كان في الفيرتكس، تمام. لو انا عندي السبلاين وعايز وعندي سبلاين كامل، عايز اعمل له اكستند مثلا، امد السبلاين ده كده، او السيجمنتايه دي كده، تمام. هتلاقي برضو موجوده في السيجمنت برضو، لا اوكي في السبلاين بس. هبتدي اعمل ايه؟ انا هجيب الاكستند دي كده، وابتدي ان انا اقول له كده. الاكستند دي بيمدلك على طول على الخط، يعني شوف هو عمل ايه. قالك النقطة دي مش هيروح يوصلها لك بالنقطة دي، لا هو ملهوش علاقة، هو هيمدها لك بطريقة ستريت، هيكمل لك الخط في الزاوية والاتجاه بتاعه بالظبط، ملهوش علاقة انه يقفل مع النقطة التانية، تمام. دي مهمة جدا. بصوا انا اول ما ضغطت على النقطة، هو ما وصلهاش، ما عملش ما بينها سيجمنت تانية وحط فيها فيرتكس، لا هو شدلك الفيرتكساية دي ووصلها لك باقرب حته هو لقاها، ما غيرش الزاويه بتاعتها وما زودش اي حاجه عليها، تمام. هو ما زودش سيجمنتس ما بينهم. الكونكت هو نقطتين، بيقوم عامل ما بينهم سيجمنتايه، تمام، وبيزود لك، بيعمل لك ريفاين بقى النقط فيرتكس في النص، تمام. لا ده هنا اهو بيوصلها لك في الاتجاه بتاعها، تمام. طيب لو انا عايز اعمل ترم كده، عندي حته زياده مثلا، تمام، هبتدي اروح للحته دي اهيت، شلك الحته الزياده دي. فالموضوع حلو جدا 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 ان انت تبقى فاهم الاوبشنز اللي عندك ايه، وفاهم استخداماتهم في ايه. عملت مثلا لاين، مش هتقعد تمسح الرسمه دي كلها عشان انت معرفتش تقفل النقطتين مع بعض، لا عادي جدا، ممكن تيجي من بعد ما بتخلص تقوم عامل التريم. الحاجات دي انا وقعت في جماعه فيها في الاول، لان انا ما كنتش متذكره حاجات كتير قوي في السبلاين، ولما كنت بشتغل كنت بتعب كتير جدا، كنت بعمل السبلاين ولما يبوظ مني اقوم مسحاه تاني، وساعات وانا بعمل بالماوس، يعني الحته كمان بتاعت الجزء اللي وانا برسم مثلا الفيرتكس دي في اللاين مثلا، غصب عني انا ما كنتش اعرف لما بتضغط كليك وتسيب الماوس وبعد كده تتحرك، شوف انت عايز تمشي في انهي اتجاه، سواء بقى انت عايز تضغط مثلا شيفت كده بطريقه فيرتيكال اكتر، تمام، بطريقه ستريت اكتر، او تسيب الشيفت مثلا، تسيب ايدك مع الماوس لحد ما تروح تشوف انت النقطه اللي عايز تقف عليها وتضغط كليك، وبعد كده تسيب الماوس تاني وتضغط كليك. غير بقى انك انت وانت ماشي بتقوم ايه، خلاص تضغط على النقطه اهي، بتقوم ساحب بالكليك،
هتبدا تظهر معاك الكيرفايه دي. انا بقى وانا بشتغل ساعات كنت بضغط بسحب غصب عني بالكليكيه كده ويتعمل فيها كيرف، كنت ببتدي اعيد السبلاين تاني من الاول. انما انا مثلا بعد ما خلصت مثلا انا مثلا هو عملت كده تمام، عملت شكله تمام، اقدر اعالج حاجه زي كده ازاي؟ انا كنت برسم يا جماعه الشكل تاني من الاول، لان ما كانش عندي الخلفيه بحاجات كتير في السبلاين. عندي الفيرتكس دي مثلا او جايباها كده تمام، دي بزيره اهيت اوكي. هخليها كورنر، الموضوع سهل جدا. خلاص عالجنا الموقف. هنا بقى النقطتين دول نعمل ايه؟ هنروح هنا في السيجمنتيه ديت اللي هنا ونبدا نعمل ترم. والله حدد لي ده، انا عايزه اقطع الحته دي وعايزه اقطع الحته دي، خلص الموضوع. طيب انا عايزه اتاكد اذا كان الشيب ده مقفول ولا لا. خلاص هنطلع الاول من ترم، هنيجي نقف على النقطتين دول اوكي. لا خلينا بس النقطتين دول عشان نعرف دول الاتنين فيرتكس، الاتنين دول تو فيرتكس تمام. هنيجي نقف كده هنا، ده سبلاين كله كامل تمام، علشان برضو نتأكد ان الفيرتكس دي دول كده اتنين، يعني كده معناه ان السبلاين ده مش مقفول. هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا نمسك النقطتين دول اللي على بعض تمام، ونبدأ نعمل فيوز تمام، وبعد كده نعمل ايه؟ ويلد. خلص الموضوع. هقف على الفيرتكس بعد كده هلاقيها فيرتكسية واحدة، يبقى انا عندي ايه؟ السبلاين دلوقتي بقى بتاعي مقفول دلوقتي. مثلا هقول لكم برضو انا في حاجه برضو في بدايه الشغل برضو كنتوا لما بتلاقوا مثلا في بانو اللي هو بيبقى مقسوم، اللون بتاعه بيبقى مقسوم اتنين تمام. دي من الحاجات بقى اللي كانت ببقى هتجنن، يعني ازاي اقطع الشكلين دول واعمل اللون ده فوق واللون ده تحت. فكان يعني من الحاجات الأزلية يعني اللي كانت بتضايقني في الموضوع ده. خلينا نعمل ده كده زي ريكتانجل كده تمام، لاين على شكل لاين. بتبدأ انك انت تقول والله انا هعمل ثانية روتيت كده، انا عايز اوكي. السلايس بتاعي الاول، اول حاجة السلايس بلان تمام، انا حددت البلان بتاعي تمام، وابتدي ان انا عايزة اقص السبلاين بتاعي من هنا اوكي. يقطع لي الحته، قطع لك ايه؟ في حاجه اسمها ريموف توب وفي ريموف بوتوم. طيب لو انا جيت رجعت تاني كده تمام وعملت ريموف بوتوم تمام كده. طيب لا اعمل لي ريموف التاب. طيب لا اعملي ريموف مش، وفي ريفاين. فخلينا في فبقوم عامله ايه؟ ببتدي ان انا اعمل ده كده تمام، وبعد ما بخلص السلايس بتاعي تمام ببتدي ان انا اعمل ميرور تمام، والميرور ده غير الميرور التانية اوكي. بعمل في الزد وبعمل كوبي تمام، وابتدي ان انا اظبط الاتنين واعمل ده. بقى عندي شكل ده وبقى عندي الشكل ده، وفي نفس الوقت عملت اللونين مع بعض. في بقى اوبشنز تانية، في حاجة اسمها ده انا هنا قطع شكلين. انا ممكن اعمل حاجة تانية مع الوقت برضو نبقى احنا عارفينها، خليني مشرحهاش دلوقتي لحد ما تتعلموا دي، وبعد كده في بقى الطريقة اللي هي الاسهل تمام كده. مع الوقت بقى برضو في حاجات كده لما ناخدها لسه هعرفكم طريقة اسهل كمان من السلايس دي، ان انت تقدر انك انت تعمل حتى كمان التشكيل. لو انا عندي حيطة، لو انا عندي وول مثلا، وابتدي ان انا يبقى عندي سي مثلا يعني الحيطة دي مثلا الجزء ده لون والجزء ده لون، ان انت ازاي تقدر تعمل ده فيما بعد. اقدر ان انا اقول لك ازاي بقى تتعملها بطريقة اسهل بكتير. عايز تقطع جزء معين في السقف يبقى ده بلون وده بلون، برضو مع الوقت هنبتدي ان احنا نعرف حاجة حاجة. بس مبدئيا السبلاين احنا عرفنا فيه حاجات كتير تقدر انك انت خلاص تبقى شخص تدرب نفسك وتبدأ انك انت تبقى رابطه بحاجات كتير هتبقى محتاجه دايما في الموديلنج بطريقة
جبارة. تمام. في الادفانسد بنبدأ نشرح حاجات بتقدر انك انت تبقى شاطر قوي في الموديلنج، بحيث لما بيبقى فيه شغل فعلا بتتوظف في مكان بروفيشنال، بيتطلب منك انك انت مثلا ساعات بتجيب لك فرنتشر، او بيتجاب لك مثلا حاجة معينة ممكن تعطل عندها. اه طبعا فيها في الادفانس طبعا بنشرح ال 3 دي ماكس مع الاي اي يعني. في الكورس دوت شارحين ازاي نقدر نوثق الحاجتين مع بعض. طيب انا لو شخص لسه ما بعرفش ان انا استخدم الاي اي هعمل ايه؟ ساعتها بقى السبلاين ان انت لما تبقى فاهمه قوي تقدر انك انت تمشي نفسك في حاجه زي كده. تمام.